الناس بقى مش فاهمه انه له انواع وفاكره ان كله بي 12. بي 12 النجم في اي روشته طب وظيفي. طالما انت جاي عياده الطب الوظيفي لازم غالبا هيبقى فيه جزء من العلاج بي 12. الناس مش فاهمه ان هو له انواع. الاول كده نبدا قبل ما نقول الانواع، هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل 3 حاجات رئيسيه: تصنيع كرات الدم الحمراء، وهنا لما بيبقى فيه نقص لازم هنتكلم عن نقص ونشخصه ازاي عشان المشكله دي غايبه عن ناس كتير قوي. يحصل ان كرات الدم تكبر. نمرة 2 المايلينيشن او تغليف الاعصاب. نمرة 3 تصنيع الدي ان ايه. يعني ايه تصنيع الدي ان ايه؟ يعني كل حاجة في جسمك. تمام. الناس بقى مش فاهمة انه له انواع وفاكرة انه كله بي 12. طب انت ليه بتكتبي لنا الحقنة المستوردة؟ طب انت ليه بتكتبي الحقنة الغالية؟ لا، تعالى هنا ونشوف انت جاي اصلا عايز بي 12 ليه. اولا عندي 4 انواع. اول نوع اللي هو سيانوكوبولامين، وده اكتر نوع منتشر في المكملات بالذات الصناعة المحلية، وده احنا ما بنستخدموش غير لأسباب اقتصادية بس. يعني هو أقل نوع في البايو افيلابيليتي وفقط عشان رخيص. تمام. الثلاث أنواع التانيين البايو افيلابيليتي بتاعتهم أعلى، ولكن كل واحد له استخدام. الهيدروكسي كوبولامين أعلى بايو افيلابيليتي ويصلح النقص السريع، وكمان يعمل حاجة اسمها سستيند ريليس، يعني يفضل مكمل معايا. بستخدمه جدا 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 لما يكون نقص شديد قوي قوي. وكمان الانسان ده مدخن بيفرق معايا قوي مع المدخنين. الادينو ادينوزايل كوبولامين الفورم ده هو الفورم بتاع الميتوكوندريا بتاع تصنيع الاي تي بي. بستخدمه لما يكون المريض مشكلته الارهاق، مشكلته الكرونيك فاتيك سندروم. فعال جدا وسهل الجسم ان هو ياكتفه. تالت نوع بقى اللي هو بالنسبه لي العشق الميثايل كوبولامين، وده خلاص هو داخل اكتف، مش محتاج اي اكتيفيتي من جسمك، هيدخل يشتغل على طول. ده بالذات لما يكون احسن حل علاج الام تي اتش اف ار جين ميوتيشن، يعني سبورت الميثايليشن، واحسن واحد يعدي البلاد برين بارير. ده اللي يظبط المود، ده اللي يظبط التركيز، ده اللي يظبط الاعراض العصبيه. فهي القصه مش انت بي 12 وخلاص، وفي دوزز، في حاجه اسمها لودنج. امتى بقى بروح بعد كده للاورال اللي بالبق؟ اما اكون مطمن ان العيان بتاعي تمام، لاني عندي مشاكل مع الاورال يا جماعه. الاورال اللي هو الاقراص، ما مش عايز حقن يا دكتور اديني اقراص. اول حاجه محتاج حاجه اسمها انترنسيك فاكتور عشان يمتص، وده بيقل كلنا لما بنكبر. محتاج حمض معده قوي جدا، واحنا كلنا حمض المعده بتاعنا مضروب. بيمتص الكميات لما تكون صغيره. اول ما الكميات تبقى محتاجه كميات كبيره، لا نصها ما بيمتصش. اللي تحت اللسان شويه احسن، بس انا لو عندي نقص ومشكله كبيره مش هيسعفوني. عشان كده حقن بي 12 في الطب الوظيفي هي النجم. بس ركز احنا محتاجين اني نوع، وما تبدلوش الروشته ارجوكوا. انا لما بكتب نوع ببقى قصدا ان هو ده النوع المناسب لحضرتك. ويعطيكم العافيه.